ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده بفيديو جديد، فيديو حلو قوي. هنعمل النهارده مع بعض 3 افكار ديكورات كده نجدد بيهم بقى للشتاء، ونعمل ديكورات الشتاء بقى الجميله. انا بصراحه من الناس اللي مش بحب الشتاء قوي، بس الديكورات بتاعت حقيقي بتكون حلوه قوي. فان شاء الله النهارده الفيديو هيكون فيه 3 افكار هيعجبوكم، وكمان زي ما احنا متعودين من غير اي تكاليف خالص هنعملهم. بس الاول بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تشتركوا في القناه. ولو انتوا جداد معايا في القناه نورتوني وشرفتوني، خدوا جولة كده برضو في القناة، ان شاء الله هتلاقوا فيديوهات حلوة قوي هتعجبكم. وكمان ما تنسوش بقى اهم حاجة تكتبوا لي تعليق كده حلو منكم علشان ارحب بيكم، وان شاء الله الفيديوهات اللي انا بعملها تكون بتعجبكم. حبيت الاول كده شارك معاكم كده كوباية الشاي بتاعتي. كنت عاملة قراقيش بصراحة بس طلعت حلوة قوي، اول مرة اجربها فطلعت معايا حلوة قوي، فحبيت اشاركها معاكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو ونشوف أفكار النهاردة. بصوا بقى، أول حاجة هنعملها مع بعض كان عندي كده شوية من الشمع، ده اسمه شمع بارافين، كنت بجيبه كده بالكيلو. كان شوية دول بصراحة باقيين عندي وكده. وكان عندي علبة الكريم دي بصراحة هي اللي شجعتني ان انا اعمل شمعة، شكلها حلو قوي العلبة. وكمان الكلام اللي موجود عليها يعني شكله لذيذ وكده، ان هي تكون شمعة ديكور. علشان كده اتشجعت وقلت اعمل معاكم بقى الشمعة البسيطة دي. كمان كده بما اننا بقى في الشتاء وكده فده موسم البرتقان يعني، فحبيت ان انا احط لها يعني ريحة كده برتقان شوية. وكمان هنستخدم معاها العيدان اللي هي بتاعة القرفة دي، كانت مكسورة بصراحة عندي يعني ما بستخدمهاش وكده. فقلت خلاص انا هكسرها حتت صغيرة كده برضو تدي شكل كده حلو للشمعة اللي موجودة معايا. الطبق بقى في الاول خالص اللي انتوا شفتوه ده انا مخصصاه للشمع، ما بعملش فيه يعني غير شمع وكده، بسيح فيه شمع. ببدأ ان انا احط كده الكمية اللي انا عاوزاها واحطها كده على النار على البخار بتاع المية، وبتبدأ هي تسيح كده برضو على مهلها خالص. كده خلاص انا كنت تعتبر سيحتها، وحطيت بقى الخيط اللي احنا هنولع فيه يعني وكده. حطيته كده في العصاية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبدأت ان انا اصب عليها برضو كده شوية من الشمع. حطيت طبقة الاول من الشمع، وبعدين هبدأ ان انا احط كده البرتقان اللي موجود معايا، وشوية كده برضو عصيان من بتوع القرفة زي ما اقول لكم يعني هيديها شكل كويس وكده. هنحط طبقة الأول منها، وبعدين هنزود كمان شوية شمع، وهنحط بقى طبقة فوق في الآخر كده بحيث إنها تدي شكل كويس كده للشمعة بتاعتنا يعني لما نيجي نفتحها وكده. لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو للجزء ده ولسه ما عملتوش اللايك، انزلوا بسرعة اعملوا اللايك وكملوا معايا بقى الفيديو. بصوا ده كده شكلها خلاص بعد ما كنت صبيت عليها الشمع اللي باقي معايا. هنسيبها بقى تنشف خالص براحتها ونشوف شكلها برضو بعد ما نشفت. بصوا بقى ده كده خلاص شكلها بعد ما كانت نشفت. حطيت عليها برضو شوية كده من بشر البرتقال، بصراحة اداها شكل حلو يعني، ممكن تستغنوا طبعا عن الجزء ده، بس بصراحة اداها شكل كويس معايا فعلشان كده حطيته. هبدأ بقى ان انا اقص الخيط كده بتاع الحبل اللي انا كنت حطاه يعني. ما كنتش عارفة اقص بصراحة، مني كنت ماسكة التليفون بالايد التانية فوقفت الكاميرا كده وبدأت ان انا اقصها كده. خلاص الشكل بتاعها كده كان موجود معانا وكانت خلاص خلصت، بصراحة شكلها حلو قوي. كمان زي ما بقول لكم البرطمان الصغير بتاع الكريم ده بصراحة هو اللي شجعني ان انا اعملها يعني. زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها حلو، هنورها لكم برضو كده علشان تشوفوا شكلها. بصوا بقى ده كده خلاص شكلها بعد ما نورتها، بصراحة شكلها حلو قوي والله، وبسيطة خالص ما كلفتناش يعني حاجة. هي علبة كريم كده قديمة عندنا وشوية شمع، حتى لو مش موجود عندكم شمع البرافين ده ممكن تشتروا اللي هي الشمع العادي اللي احنا بننوره، اللي هي الصوابع الطويلة دي. ممكن تسيحوها برضو، مثلا لو عندكم علبة كريم شكلها احلى او كده تحطوها فيها، وتحطوا برضو الخيط اللي هيطلع منها كده علشان تنوروا بيه. وده كده دي بقى كانت اول فكرة معانا. ما تنسوش بقى لو لسه ما حطيتوش اللايك انزلوا حطوا اللايك بسرعة عشان ندخل على الفكرة التانية. تاني فكرة بقى موجودة معانا النهاردة، وبجد الفكرة دي من اكتر الافكار اللي كان نفسي اجربها قوي بصراحة، شكلها في التصوير بيكون حلو قوي. فعشان كده اتشجعت بقى ان انا اعملها، لان عندي المساحة اللي انتوا شايفينها دي فاضية كده جنب الرف اللي هو تحت التلفزيون. فحبيت يعني ان انا اعمل فيه جزء ديكور يعني وكده. فهنستخدم بقى النهاردة مع بعض الاقفاص اللي انتوا شايفينها اللي هي بتاعة الفاكهة دي البلاستيك. هستخدم منها 4 كده، وقفتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه فوق بعض كده. وفي واحد كمان هستخدمه، وهبدأ ان انا احط كده في النص ما بينهم بحيث ان هو يدي معايا شكل الدفاية. طبعا انتوا عارفين ان احنا هنعمل دفاية كده مع بعض. شكلها والله حلو قوي بجد، وطريقتها زي ما انتوا شايفين سهلة خالص، وما كلفتنيش غير يعتبر بس الاقفاص اللي هي الخشب دي. وتقريبا الواحد بيتباع ب5 جنيه، انا كنت جايبة الواحد ب5 جنيه، فالتكلفة يعني ما كانتش كبيرة قوي معايا. طيب علشان اربط الاقفاص ديت بقى في بعض هستخدم القفل اللي انتوا شايفينه ده. ده انا جبته من عند الراجل اللي هو بتاع الدهان اللي بيبيع دهانات وكده.
كده، قلت له عليه بصراحه، وبيقولوا عليه افز تقريبا او حاجه شكل كده، فانا قلت له افلي يعني، فهو فهم انا عاوزه ايه فاداهولي. جبت برضو منه كميه كده، وبدات ان انا اربط كده الاقفاص كلها في بعض علشان تدي معايا الشكل اللي انا عاوزاه، وتكون ثابته برضو ما تتحركش معايا لما اجي احط الديكور يعني بعد كده. كمان كان عندي الكرتونه اللي انتوا شايفينها دي، فحبيت ان انا احطها يعني كقاعده كده تحت للشكل اللي هو موجود معايا، وحطيت عليها الورق دوت علشان يداري طبعا شكل الكرتونه. بس هي الكرتونه للاسف كانت قصيره معايا، ما كملتش معايا للاخر، فانا زودت الاجزاء اللي انتوا شايفينها في الجنب ديت اجزاء صغيره كده من الورق برضو عشان الشكل بتاعها يكون كويس معايا وشكلها يكون مظبوط. الخطوة بقى كمان بعد كده اللي احنا هنعملها، هنستخدم الورق اللي هو الفوم اللي انتوا شايفينه الابيض ده. بصوا ممكن تستخدموا اي شكل موجود عندكم، ممكن كمان حتى تقطعوا كرتون صغير كده على شكل المربعات ديت وتلزقوه وتلونوه باللون الابيض، لو انتوا برضو مش حابين انتوا تعملوا تكلفة كتيرة قوي. بس هو كان بصراحة موجود عندي علشان كنت بعمل المطبخ وكده، لو فاكرين عملناه برضو مع بعض، فكان موجود عندي، فده برضو اللي شجعني ان انا اعمل الفكرة. حطيت اول جزء الناحية دي، والجزء اللي في النص ده بصراحة تعبني قوي، بدأت ان انا اقص كل طوبة لوحدها علشان يطلع الشكل يعني متناسق معايا شوية، فهو ده الشكل اللي طلع معايا. ما قدرتش بصراحة ان انا اظبطه اكتر من كده، وفي فراغات بسيطة كده باينة، بس قلت خلاص بقى مش مشكلة، هو كده كده الشكل بتاعه برضه هيكون كويس، هنحط شوية ديكورات وكده هيداري كل الحاجات دي. اخر بقى جزء موجود معايا، الجزء بقى اللي من فوق عايزين نظبطه برضه علشان الشكل بتاعه يكون كويس. بدأت استخدم كرتونة كده كبيرة، وخلي بالكم ان الكرتونة تكون طويلة شوية بحيث انها برضه تدي معانا شكل احلى يعني. فانا بصراحه كنت مكبراها من الاطراف شويه، وبدات احط برضو عليها نفس الورق اللي انا حطيته من تحت، وركبتها كده زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، حتى ما لزقتهاش والله، هو الورق بصراحه ناعم كده يعني، فظبط معايا على طول، فحطيتها وخلاص. اخر بقى جزء معايا هبدا ان انا احط كده الرول البني اللي انتوا شايفينه ده، عملته يعني كأن في خشب كده محطوط يعني تحت وكده، بحيث ان هو يدينا يعني شكل الدفايه بقى، وان في حاجه كده بتطلع حراره وكده. فبدات ان انا اقصه كده لاجزاء بسيطه، ولزقت عليه اللي هو قماش الجوخ اللي هو لونه بني كده، او اي قماش موجود عندكم، احنا بس عاوزين ندي المنظر اللي هو بتاع الخشب يعني اللي موجود في قلب الدفايه وكده. وحطيتهم كده بالمنظر ده، وحط عليهم برضو فرع نور كده، بحيث لما نيجي ننورها يكون الشكل بتاعها كويس. غيرت رأيي بقى خالص، وما حطيتهاش بصراحه جنب الرف، انا شلت الرف خالص وحطيتها هي لوحدها. حسيت بصراحه ان حجمها كويس وشكلها كمان حلو قوي بعد ما حطيت عليها شويه ديكورات. طبعا الديكورات دي كده مؤقتا يعني، لحد برضو ما نعمل كده ديكور شتوي مع بعض جميل كده ودافي حسسنا بالدفى شويه. فانا حطيت شويه ديكورات بس علشان اوريكم برضو الشكل بتاعها، وحطيت عليها فرع النور دوت، وكمان حطيت فرع نور جوه كده على الاجزاء البني اللي احنا عملناها مع بعض، بس ما كنتش لاقيه المشترك بصراحه علشان اقيد كل الانوار يعني. بس ان شاء الله هظبطها لكم وهنزلها لكم برضو فيديو تاني وهي منوره بقى لما نيجي نفرش كده برضو الفرش بتاع الشتاء. فاستنوا ان شاء الله الفيديو دوت هيكون حلو قوي، وان شاء الله هيعجبكم. وحقيقي فكرتها سهله وبسيطه خالص، عايزاكم تجربوها برضو كده وتقولي لي، وهتطلع معاكم ان شاء الله حلوه جدا. لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو للجزء ده ولسه ما عملتوش اللايك، اعملوا اللايك بقى بسرعه عشان تشوفوا كمان معايا الفكره التالتة بقى، هتعجبكم جدا 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 وهتجربوها. فكره سهله خالص هنجدد فيها كده في التابلوهات او البراويز اللي موجوده عندنا من غير اي تكاليف خالص، ب10 جنيه بس. بص، اول حاجه الطابلوهات دي طبعا موجوده عندي وبقت موجوده عندنا كلنا يعتبر. اشتريت بقى فرخ لوح كده لونه ابيض، دي اول حاجة هنستخدمها في الفكرة بتاعتنا. كمان هنستخدم القلم الماركر دوت، هنستخدمه علشان نكتب بقى على الورق. كمان لو مش موجود عندكم ممكن تستخدموا الالوان اللي هي الفلوماستر العادية خالص بتاعة الاولاد دي، كنا ناخد منها كده اي لون ولا حاجة احنا عاوزينه ونبدأ نكتب بيه الكلام اللي احنا عاوزينه. اول حاجة انا قصيت كده ورقة على قد البرواز اللي هو موجود معايا، وظبطتها برضو كده بالطول وبالعرض بتاعها، واخترت بقى شوية صور كده من برنامج بنترست، حقيقي مليان صور حلوة جدا، انا بعشق اصلا البرنامج ده، بحب قوي الصور عليه بصراحة. فنقيت كام صورة كده وبدأت بقى ان انا ابقى ارسمهم على الورق كده من على اللابتوب، بشوفهم بصراحة طبعا يعني مش هعرف اكتب الخط الجميل ده. لو انتوا خطكم برضو حلو ممكن تستغنوا طبعا عن الخطوة دي، بس انا بصراحة مش هعرف اظبط الخط قوي كده، فكنت بنقله كده من على اللابتوب ويطلع معايا على الورقة زي. بصوا بقى ده كده كان شكل التابلوهات بعد ما خلصتها كلها وعلقتها بقى كلهم كده جنب بعض. بصوا حقيقي انا هسيبكم انتوا
اللي تقولوا ايه رأيكم فيها. حقيقي طلع شكلهم حلو جدا، وزي ما قلت لكم ما كلفوناش اي حاجة خالص، هي بس ال10 جنيه بتاعت فرخ اللوح، وطبعا اتبقى منه برضو اجزاء هستخدمها برضو في طبلوهات الصغيرة كده اللي موجودة عندي. بس حقيقي ادت شكل تاني خالص للطبلوهات. انا عندي المفروض 6 طبلوهات تقريبا، بس انا حاطة 4 بس، والاتنين التانيين برضو حطيت فيهم برضو نفس الورق كده. دول كده ال3 افكار اللي احنا عملناهم النهارده مع بعض. يا رب تكون الافكار عجبتكم وتجربوا منها حاجه، وان شاء الله تطلع معاكم حلوه جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.